السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البيتزا. وطبعا يا جماعة البيتزا بقى معشوقة الكبار والصغار. شايفين بقى شكلها عامل ازاي، هنعملها كمان. العجينة بتاعتها تكون هشة وطرية. وهنعمل كمان الصلصة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وهقولك كمان على سر مطة الجبنة اللي هنشوفها مع بعض. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله حلوة جدا. وطبعا الاسعار بره بقت غالية جدا، لكن احنا هنعملها في البيت بكل سهولة. وكمان ان شاء الله مقاديرها موجودة عندنا في كل بيت. شايفين شكلها؟ يعني عملت 3 بيتزات باحجام كبيرة جدا. شوفي بقى انت لو بتشتري البيتزا دي من بره هتجيبيها بكام. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي؟ اللهم بارك، كانت حلوة جدا. وقبل ما ندخل على الطريقة ياريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة معايا هنا كيلو من الدقيق، يعني انا هعمل كيلو دقيق. هحط عليه كيس خميرة. وطبعا انت لو حابة تعملي نص كيلو دقيق هتقللي الكمية. وبعد كده بقى يا جماعة حطيت معايا زعتر، معايا معلقة بصل بودر وتوم بودر، وكمان معايا معلقة من الملح. وهحط كمان معلقة كبيرة من السكر بالشكل ده كده يا جماعة، او معلقتين. يبقى حطيت الدقيق وحطيت بصل بودر توم بودر وحطيت شوية من الزعتر وحطيت معلقتين سكر وحطيت كمان معلقة ملح. عندي كمان تلت كوباية من الزيت. هنزل برضو بالزيت بتاعي بالشكل ده كده. وعندي كمان بقى حليب دافي، ممكن تعجني بمية، ممكن تحطي زبادي براحتك خالص. معايا هنا حوالي كده كوبايتين من الحليب الدافي. هنزل بقى شوية بشوية لحد طبعا ما ألم العجينة بتاعتي بالشكل ده كده اهو يا جماعة. وطبعا مفيش بقى أسهل ولا أبسط من كده. هلم بقى العجينة بتاعتي بالشكل ده كده. وطبعا على حسب نوع الدقيق، يعني لو الدقيق بتاعك احتاج سوائل تاني هتضيفي، لو محتاجش خلاص. ولو لقيتي برضو العجينة بتاعتك سالت منك شوية هتضيفي لها معلقتين من الدقيق. يعني في ايديكي بقى تظبطي العجينة بتاعتك. لميت كده العجينة بتاعتي يا جماعة بالشكل ده كده. وطبعا بقى هنزل بيها على الرخامة علشان اعرف اعجنها كويس. هفضل بقى اعجن فيها شوية حلوين، يعني حوالي كده 10 دقايق، علشان طبعا معايا كيلو دقيق فهياخد ايه شوية زيادة. هعجنها بقى كويس لحد ما تكون عندي عجينة طرية ومش بتلزق في الايد. شايفين كده يا جماعة؟ شايفين قوام العجينة بتاعنا بالشكل ده؟ هحطها بقى في الطبق بتاعي كده مدهون دهنة زيت. وهبدأ بقى اغطيها واسيبها تخمر. يعني الجو حر طبعا، هتقعد معاكي حوالي نص ساعة. على بال بقى ما تخمر هنجهز الصلصة مع بعض. معايا هنا حوالي يا جماعة نص كيلو طماطم قطعته كده بالشكل ده. عندي كمان هنا بصلاية برضو هقطعها كده بالشكل ده كده. وهنعمل بقى مع بعض احلى صلصة للبيتزا. عندي كمان هنا معلقة توم مفروم. وعندي كمان حوالي معلقتين بس من المية. وهرفعها بقى على النار بالشكل ده كده يا جماعة لحد بقى ايه ما تتسبك كده مع بعضها. بعد كده برضو هجهز الحشوة على بال ما الصلصة بتاعتي كده تتسبك مع بعض كده. نزلت كده معايا حلة على النار حطيت فيها شوية من الزيت. وبعد كده عندي هنا البصل بتاعي حوالي بصلتين مفرومين بالشكل ده كده. بدأت اشوح البصل لحد كده، يعني ما ايه ريحته طلعت كده، يعني ما بياخدش لون معايا ولا اي حاجة. بعد كده عندي بقى اللحمه المفرومه، يعني عاوزه بقى تعملي كيلو لحمه مفرومه، عاوزه تعملي نص كيلو، براحتك خالص على حسب انت هتعملي بيتزا قد ايه. يعني انت هتعملي كام واحده بيتزا. هبدأ بقى اشوح اللحمه مع البصل يا جماعه بالشكل ده كده لحد كله كده ما يتشوح مع بعضه واللحمه كده غيرت لونها. بعد كده بقى عندي هنا يعني حوالي 3 فصوص كده من الثوم مفروم ناعم. هنزل بقى بالثوم برضو واشوحه، بتدي بقى ريحه كده وتست للحمه حلوه جدا. بعد كده بقى عندي التوابل. عندي هنا يا جماعه فلفل اسود كمون كزبره، عندي بابريكا، وعندي قرفه وجنزبيل وبهارات لحمه وملح. وطبعا اي توابل انت بتحبيها تقدري تحطيها. هبدأ بقى اشوح كده التوابل مع اللحمه مع البصل مع فصين الثوم بالشكل ده يا جماعه كده.
وخلاص كده هي ما بتاخدش بقى وقت معانا. شايفين شكل اللحمه بقى بعد كده ما طفيت عليها بقى النار. وخلاص الصلصه بتاعتي كانت اتسبكت بالشكل ده كده يا جماعه، الطماطم مع البصل، والبصل كده استوى هو والطماطم. بعد كده بقى هحطها في الخلاط واضربهم بالشكل ده كده يا جماعه. شايفين قوام الصلصه بتاعتنا حلوه جدا، ولونها كمان كان حلو جدا جدا، وكمان ريحتها. هحط لها بقى شويه من الفلفل الاسود، بصل بودر، توم بودر، شويه من الزعتر، ومعايا كمان بابريكا، ونص معلقه ملح، وعندي كمان نص معلقه سكر عشان السكر يعادل الحموضه بتاعه الطماطم. وكده بقى هيبقى عندك احلى صلصه للبيتزا، صلصة بيتي كده جميلة جدا. وكمان الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة. وقطعت هنا كمان فلفل أخضر وأحمر، وعندي كمان زيتون، وعندي كمان هنا جبنة. عندك بقى جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، بقى أي حاجة انت بتحبيها. والعجينة خلاص كمان كانت اختمرت معايا بالشكل ده. هخرج كده منها الهواء، وهنزل بها بيها كده على الرخامه يا جماعه، وهحط بس رشه دقيق كده علشان ما تلزقش. شايفين اللهم بارك العجينه بتاعتنا طريه جدا وحلوه جدا. كده بقى هتديكي بيتزا طريه معاكي، علشان كل ما العجينه طبعا كانت طريه معاكي وريحتيها كويس وعجنتيها كويس بتديكي نتيجه كويسه. هقطع بقى العجينه بتاعتي ل3 كور كبار عشان هعمل 3 صواني كبار. لكن انت لو حابه تعملي صغير يعني ممكن ده يعمل معاكي 6 بيتزات في حجم وسط كده حلو. انا بقى اخدت كده رشه دقيق على الرخامه، وحطيت كده اول قطعه من العجين بتاعي وحطيت عليها رشه دقيق، وهبدا افردها على شكل دايره بالشكل ده يا جماعه كده. وبعد كده جبت بقى الصينيه بتاعتي مدهونه دهنه زيت، وحطيت فيها بقى العجينه، وهبدا بقى ابططها وافردها كده في الصينيه لحد ما تاخد الشكل بالشكل ده كده اهو يا جماعه. بعد كده جبت الشوكه بقى عندي وهبدا افردها، وهبدأ كده اعملها بالشوكة بالشكل ده كده عشان ما تعلاش بقى معايا في الفرن. وكمان الصلصة بتاعتنا اللي عملناها شايفين اللهم بارك كانت حلوة جدا. حطيت بقى الصلصة، واحط كمان شوية كده من الجبنة الشيدر. وطبعا اي حشوة انت حباها ممكن تضيفيها، يعني مش لحمة بس، ممكن تضيفي قطع لانشون مع جبنة رومي، ممكن تضيفي فراخ، شاورمة فراخ، اي خضار بس مع جبن، يعني براحتك خالص. بعد كده حطيت اللحمة المفرومة بتاعتي، وهنزل كده شوية من الفلفل، معايا فلفل احمر وفلفل اخضر بالشكل ده كده يا جماعة. وهبدأ كمان احط كده شوية من الزيتون. زي ما قلتلك اي حشوة انت بتحبيها او الاولاد بيحبوها تقدري تشتغلي بيه. بعد كده بقى يا جماعة هحطها في الفرن لحد كده ما الحروف بتاعتها كده تبدأ تاخد لون. بس الاول خلصت الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. هبدأ بقى ادخل اول واحدة الفرن لحد كده ما الحروف بتاعتها تاخد لون. هخرجها بالشكل ده كده اهوت يا جماعة. وهبدأ بقى احط عليها الجبنة الموتزاريلا. كده بقى هتديك المطة اللي احنا شفناها في اول الفيديو معانا. هدخلها بقى الفرن، واول بقى ما تخرج شايفين اللهم بارك البيتزا بتاعتنا شكلها عامل ازاي، حلوة جدا طرية جدا. وكمان العجينة هشة جدا جدا وطرية وحلوة جدا. جربي بقى العجينة بتاعتنا بنفس الطريقة. شايفين يا جماعة البيتزا بتاعتنا عاملة ازاي. شوفي بقى انت لو بتجيبي البيتزا الكبيرة دي من بره، شوفي هتجيبيها بكام دلوقتي. دي كده كانت البيتزا بتاعتي بردت شوية، فعشان كده الجبنة ما ادتناش المطة. لكن هتشوفي بقى البيتزا الجايه بقى وهي كانت لسه سخنه وطالعه من الفرن. شايفين التسويه بتاعتها اللهم بارك، تسويتها حلوه جدا جدا. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي. وزي ما قلت لك انا عامله 3 بحجم عائلي، يعني 3 كبار. شايفين دي بقى يا جماعه لسه كانت خارجه من الفرن يا دوبك، بس عرفت امسكها شويه. شايفين بقى الجبنه بتاعتنا عامله ازاي. جربيها بنفس الطريقه ان شاء الله تعجبك. ولو الوصفه عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه.